يلا نشوف زينب عامله لنا ايه. البنوته دي تقريبا يعني اللي انا عرفته ان هي اسمها زينب، بحب اكلها جدا، كل يوم باكله مختلفه، وحرفيا بتعمل حبه اكل. انا ممكن اقول ان انا مثلا بتعمل الاكل بتاعنا العادي، البسله بقى والفاصوليا والبصاره والمسقعه والحاجات دي كلها بتعملها. انا قلنا مش هناكلها، هي بتعملها وبتعملها خطيره. فنشوف النهارده هتعمل ايه. بس قبل اي حاجه بس ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه، تفعلوا الجرس، تعملوا لايك للفيديو ده، وتقولوا لي انتوا بتتابعوني منين، احب اعرف انتوا منين. وكمان هتلاقوا الفيديو ده كامل على القناه. يلا بينا. بصوا هي قطعت بطاطس وسلقتها وبتعمل دلوقتي الفراخ. طب انا عايزه اسال سؤال، هو كده يعني الدبيس هتستوي ولا ايش؟ ما اظنش ان هي هتستوي وان هو ياكلوها كده على طول. ايوه حطيت لها ميه، انا قلت برضك، اصل هي مستحيل تستوي من 5 دقايق ولا 3 دقايق في الزيت. بصوا بقى طلعت البطاطس، ايه هرستها عالصورة الهراسة دي. احب انا قوي البولات دي وعايزه اجيبها ان شاء الله، اجيبها في جهازي ان شاء الله، بفكروني. بصوا بقى ايه، سلقتها بس الاول حمرتها في الزيت. عايزه اقول لكم انا بحب العظمه اللي تبقى في الاخر الدبوس دي، بتبقى خطيره، مش عظمه تبقى رقوشه، بتبقى حلوه قوي. يعني انا ممكن اكل الدبوس عشانها اصلا، عشان اختارها يعني. بس بقى قطعت، جاب البطاطس كانت بشراها ولا مش عارفه، دي بطاطس تقريبا ولا ايه؟ تفتكروا هي ده ايه؟ وعملتها بقى ايه كده. انا عارفه هي هتعمل ايه، هتكعورها او تحطها هنا. طب والله حلوه، طب ما نجربها. طب والله حلوه. وعملتها مثلا بتلات اربع دبابيس ولا 5 مثلا. بس بصوا ما شاء الله، يعني الدبوس يلكم بقى، اللي هو ايه، يلكمك على طول، عسولة قوي. بصوا يعني ما شاء الله حجم الدبوس في الاخر عامل ازاي. هتعمل 6، هما جم 6. بس حلو يعني كحجم اكبر. وبصوا بقى عامل ازاي، هتحمره بقى. اظن ان هي هتحمره، تطفي الدقيق والبيض. عايزه اقول انا هحفظ الوصفه دي عشان اعملها. والفيجيتار، يا دقيق وبيض وبعد كده فيجيتار، تحمروا بقى. بصوا تحط واحده بس في بصوا بقى ما شاء الله شكلها عامل ازاي، عسولة قوي. انا هطلع اعملها لكم على القناه، هطلع اعملها الوصفه دي، استنوني.